في نوع معين من المجرمين مش بس بيقتل، لكن بيعيش حياة اللي قتلهم، ياكل مكانهم، يتجوز مكانهم، ويشتغل بشهادتهم. القصة دي مش خيال، دي قصة قذافي فراج، أخطر سفاح في تاريخ مصر الحديث، اللي دفن 4 ضحايا ببيته وكان عايش عادي، بيخرج ويدخل وياكل وينام. قذافي فراج عبد العاطي، من مواليد 20 أكتوبر 1971، خريج كلية حقوق بس عمره ما اشتغل محامي. دخل مجال التجارة وفتح مكتبات، وكان بيظهر دايما انه رجل أعمال ناجح ومثقف وعنده علاقات كتير، لكن الحقيقة كانت حاجة تانية خالص. قتل صاحبه رضا مهندس بيشتغل في السعودية وصديق طفولة القذافي. من كتر ما كان واثق فيه عمل له توكيل عام عشان يستثمر له فلوسه في مصر، وقذافي بدأ ياخد فلوس رضا ويصرفها على نفسه. اشترى بيها شقق وعربيات، وكمان استولى على شقة رضا بالورق الرسمي. في سنة 2015 رضا قرر يرجع مصر ويطلب فلوسه. وقتها قذافي قرر يخلص عليه، عزمه على أكلة كشري وحطله فيها سم، ولما لقى السم مش كفاية جاب آلة حادة وفضل يضربه بيها على دماغه لحد ما مات. دفنه بإيده جوه حفرة عمقها 2 متر، كان مجهزها من قبلها بكام يوم في أوضة من أوض البيت، وبعت رسالة من موبايل المهندس رضا لمراته بيقول فيها إن الشرطة قبضت عليه علشان يضيع أي شكوك. وبعد كام يوم قتل مراته فاطمة الزهراء، كانت خدت منه 400 ألف جنيه، ولما طالبها بالفلوس ورفضت ترجعهم عمل معاها نفس الخطة، حفر حفرة في أوضة تانية وقتلها ودفنها فيها، وحط جنبها شوية دهب عشان يثبت انه مش بيقتل عشان الفلوس. والغريب ان محدش كان بيدور على فاطمة، لان اهلها كانوا فاكرين انها سافرت، وكان هو بيبرر اختفائها بأي كلام. نروح للضحية التالتة، نادين، كانت بنت شغالة في واحدة من المكتبات اللي قذافي خدها من المهندس رضا بالتوكيل، وكانت عارفة انه بيعمل حاجة غلط، وكانت بتمنعه يتجوز اختها وهددته انها هتفضحه. قذافي قرر يخلص منها، استدركها لبيته وقتلها بنفس الطريقة، ودفنها في نفس المكان اللي دفن فيه رضا وفاطمة، يعني حرفيا 3 جثث تحت سقف واحد. لما أهلها سألوه عنها قال لهم إنها هربت مع مخرج عشان تشتغل في التمثيل، وإنها سافرت برا ومحدش بلغ عن اختفائها، وفضلوا ساكتين على أمل إنها ترجع. بعدها قذافي قرر يختفي من الجيزة، بس ما كانش هيمشي كده وخلاص. راح البنك وباع ممتلكات المهندس رضا باعتباره رضا نفسه، واشتغل باسمه وشهادته، وساب الجيزة وراح اسكندرية. في اسكندرية بدأت صفحة جديدة تماما، لبس شخصية جديدة، خد شغل جديد، واتجوز كمان باسم جديد. قذافي في اسكندرية دخل في علاقة مع بنت اسمها ياسمين، وكانت مخطوبة، بس حصل خلاف بينهم بسبب شقة باعتها وفجأة الفلوس راحت، واكتشفت ان قذافي نصب عليها واتفق مع خطيبها ياخدوا فلوسها. بدأت تهدده، قالت له لو ما رجعتش الفلوس هتبلغ عنه. استدرجها المخزن في العصافرة وخنقها ودفنها جوه المخزن، ودي كانت الجريمة الرابعة. كل الجرائم دي عدت من غير ما حد يشك في قذافي، واللي فضحه كان فيديو كاميرا مراقبة وهو بيسرق محل الدهب بتاع حماه في اسكندرية. اتعرفوا على صورته واهلها بلغوا رجال الامن واتقبض عليه، لكن الغريب انه كان بيقدم نفسه للناس باعتباره المهندس رضا، حتى في اوراق رسمية وسجلات الدولة. اسرة المهندس رضا كانت لسه بتدور عليه، جابوا محامي ودوروا على اي قيد باسمه. فجأة لقوا ان في واحد محبوس اسمه رضا، بس الصورة كانت صورة قذافي. وهنا بدأ الشك، قدموا بلاغ للنائب العام وتم فتح التحقيق مرة تانية،
ولما رجال الأمن واجهوه بكل الأدلة انهار واعترف بكل جرايمه. قال لهم مكان الجثث، وطلعوا ال3 جثث من بيت الجيزة والرابعة من مخزن العصافرة. في شهر يناير 2021 محكمة الجنايات حكمت على قذافي فراج بالإعدام في 4 جرائم قتل. الجريمة الأولى رضا صاحبه، الجريمة التانية فاطمة مراته، الجريمة التالتة نادين الموظفة، الجريمة الرابعة ياسمين ضحية اسكندرية. وفي شهر فبراير 2021 محكمة النقد أيدت الحكم. في النهاية بقى قذافي ما كانش مجنون، ما كانش بيقتل لمجرد القتل، كان بيمحي أي حد يعرف سره أو يهدده، وكان بيمثل وبيغير جلده كل مرة، وده اللي خلى ناس كتير تصدقه. ساعات الشر ما بيبقاش ليه وش، وبيعيش حوالينا بملامح ناس بنثق فيهم. قذافي كان بيضحك ويهزر ويذبح، واكتر حاجة مرعبة انه قدر يمثل كل الادوار ويعيش بشخصيات الناس اللي قتلهم. خليك دايما صاحي واسأل نفسك، انت فعلا عارف الناس اللي حواليك ولا بس شايف الوش اللي هم عايزينك تشوفه؟ لو عجبتك الحلقة ياريت ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وفعل الجرس.